السلام عليكم شباب، عاملين ايه؟ فيديو جديد هنتكلم فيه عن الفرق بين الشارقة ودبي. هنتكلم في مميزات وعيوب كل إمارة في جميع الجوانب، أو مش هنقول مميزات وعيوب، ممكن نقول كل إمارة بتتفوق على التانية، سواء في السكن أو المواصلات أو الأكل والشرب، وإيه الملائم أكتر ليك سواء كنت عازب أو معاك العيلة. كل حاجة تقريبا هتكلم فيها علشان الناس برضو تبقى عارفة لما تيجي إن شاء الله الإمارات جديد، او لو انت عايش في بلد تانية وبتفكر لسه تيجي تعيش في الامارات، تبقى ملم بكل حاجة سواء دبي او الشارقة وتشوف ايه الانسب ليك. بس في البداية قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتقول لي رأيك في التعليقات، ويلا بينا نبدأ. في البداية عايز أوضح حاجة بخصوص الإمارتين، وهي أن كل إمارة ليها أسعارها وقوانينها الخاصة، سواء في الفواتير اللي هي مثلا زي الكهرباء والمية والغاز، أو الإيجارات، وحتى الأكل والشرب كمان. وهي بقى المسافة بين الشارقة ودبي للناس برضه اللي مش عارفة، لو الطريق فاضي مش هيكمل 10 دقايق. يبقى في أول دبي اللي هي القصيص والنهدة وديرة، دي بداية دبي. هما تقريبا جنب بعض جدا، بس الفرق بينهم كبير من حيث كل حاجة. هنبدأ مثلا بأول فرق بينهم وهو السكن، وده أهم حاجة. مثلا السكن ده في ناس بتسكن في الشارقة وناس بتسكن في دبي. ليه الناس في ناس كده وفي ناس كده؟ انا قلت من الاول يا جماعة، هي الامارتين جنب بعض وكل حاجة، ومعظم الشغل بيبقى في دبي. بس اوقات الذروة اللي هو وقت الذهاب للعمل والرجوع اخر النهار، انت المشوار ممكن تاخده في ساعتين واكتر كمان. انت ممكن تقعد ساعة كاملة واقف في مكانك، العربية ما بتتحركش من الزحمة. تمام. اللي هي ما بين الشارقة ودبي. ففي ناس تقول لك انا ليه اقعد اكتر من 4 ساعات في الطريق لما ممكن اسكن في دبي قريب من الشغل. بس هنا بقى هنفرق بين حاجتين، وهي انك لو عازب انت ممكن تاخد سكن شيرنج مشترك يعني مع حد في دبي مثلا، عشان السكن الخاص بيبقى غالي جدا في دبي. فهتسكن في شيرنج، لان سعر الاستوديو اللي هو غرفة يعني هي تقريبا كلها غرفة وحمام ومطبخ يعني، بس في دبي بيساوي مثلا غرفتين او غرفة وصالة في الشارقة، فاكيد وصل لك الفرق. ولو انت معاك العيلة هتسكن في الشارقة، لان الشارقة السكن الخاص السنوي ليك اسعاره في المعقول، فهتقدر تسكن في الشارقة، بس هتستحمل بقى الزحمة اللي ما بين الشارقة ودبي. فده اول فرق بينهم، ودي ترجع بقى ايه للشخص برضو وظروفه وايه الانسب ليه يعني. تاني حاجة، هي في فرق كبير في الثقافة بين دبي والشارقة، بمعنى ان الشارقة ملتزمة شوية في العادات والتقاليد، وواخدة كتير من طباعنا الشرقية كعرب يعني. مثلا المحلات كلها تقفل الساعة 12، مفيش قهاوي ولا شيشة ولا كافيهات منتشرة لوقت متأخر. مفيش بس غير الكافيهات اللي هي البراندات المعروفة، اللي هي يعني مثلا كوستا، ستاربكس، مش عارف ايه الحاجات دي يعني. وبتبقى في المولات بس، وزي ما قلت كل المحلات بتقفل الساعة 12. ولو حد فضل فاتح لبعد 12 بتبقى فيها غرامة كبيرة يعني، حاجة يعني بتبقى غرامة فوق ال20,000 30,000 درهم يعني. لدرجة ان انا كنت مثلا مرة في جيم في الشارقة كان جنب البيت يعني، ما كنتش عارف بقى لسه الموضوع ده يعني فاهم اللي هو بتيجي الساعة 12، طب استنى شوية مش عارف ايه، ممكن 12 ونص الكلام ده يعني. فجت الساعة 12، هو مش بيقول لحد بقى خلاص نقفل بقى الساعة 12 كده بالظبط، لا، راح قافل النور، ممنوع خلاص، نزل سكينة الكهرباء والدنيا كلها قافلة. يعني اللي راكب على التريد ميل تلاقي التريد ميل واقف فجأة خلاص. فتحس ان انت الشارقة مناسبة جدا لعائلات اكتر من دبي. دبي بقى الدنيا فيها منفتحة بشكل اكبر، يعني الحياة فيها بتبدأ الساعة 10 بالليل مثلا، حفلات بقى وشواطئ بقى ومحلات وكافيهات، كل حاجة متاحة يعني تقريبا. ونسبة الأجانب فيها أكتر، مثلا زي مناطق المارينا، الجميرة، منطقة البيزنس باي، كل ده أجانب. فأنت تخيل بقى لو أنت عايش في بلد أوروبي تكون الحياة عاملة إزاي. هو ده بالظبط إمارة دبي، الحياة فيها مناسبة مش مناسبة للعائلات خالص، لكن تتميز إن هي فيها مثلا أكبر المولات وأجملهم، مثلا زي دبي مول. تقدر بقى ايه لو بتحب تسهر والحياة الليلية طبعا هتكون في دبي يعني، ده ملهاش كلام. حتى كمان التكنولوجيا في دبي مبهرة جدا يا جماعة بشكل كبير، الحياة سريعة بشكل مرعب دبي عموما يعني. فالموضوع ده مهم وفارق لناس كتير، خصوصا لو معاك علم. تالت حاجة بقى حابب اتكلم فيها هي الوظائف. يعني تعتبر دبي هي اهم امارة في نقطة الوظائف المتاحة، هي رقم واحد في جميع المجالات. اي حد جاي جديد في البلد لازم تبقى دبي هي الواجهة الاساسية ليه. فهو يعني انه يدور على شغل، وده ليه اسباب كتير. رقم واحد، هي تعتبر اهم امارة في تسهيل عمل الاقامات.
يعني انت مثلا اقامتك ممكن تترفض في اي امارة، لكن دبي بنسبة 99% ممكن تتقبل يعني. رقم اتنين، دبي فيها كمية شركات رهيبة ومتنوعة، يعني تقدر تلاقي شغلك في مجالك بسهولة. لو انت بتدور على مجال معين يعني، فهتلاقي من المجال بتاعك ده في يعني آلاف الشركات لو دورت كويس هتلاقي. لكن الشارقة هي أصغر شوية من حيث عدد الشركات يعني الموجودة فيها، ونسبة فرص إنك تلاقي شغل فيها هتكون أقل بكتير من دبي. فعشان كده دبي مميزة في موضوع الشغل ده، هي تقريبا رقم واحد في الإمارات عموما يعني. رابع حاجة بقى من حيث السياحة، فتعتبر دبي هي رقم واحد بلا منازع في مجال السياحة، مش بس في الإمارات، أعتقد كمان في الوطن العربي. يعني دبي هي الواجهة الأولى لكل البراندات العالمية والمشاهير. يعني مثلا في مثلا منطقة الجي بي ار ونخلة جميرة بتاعت الأغنياء، يعني مثلا كريستيانو رونالدو عنده فيلا فيها، وفي نيمار كمان عنده عقار كبير في مبنى بوجاتي الجديد. ده أول مبنى بوجاتي موجود هنا في الإمارات أو في الوطن العربي تقريبا. ونجوم هوليوود كلهم بيقضوا هنا الشتاء في دبي. هي فيها تقريبا أكتر من 50 أو 60 مكان سياحي تقدر تستمتع فيه بوقتك، حتى الشواطئ في دبي كلها على مستوى عالي. يعني مفاجأة كمان إن في منها كتير فري، ممكن تقدر تخش تقضي اليوم كمان عادي بدون مقابل يعني. ومجهز فيه مطاعم، وفيه يعني مكان حيوي، ومكان نضيف، ومكان ان انت تقدر تقضي فيه يومك ومع العيلة كمان بدون اي حد يضايقك يعني. تمام. دبي على فكرة هي شواطئ في دبي كلها يعني على مستوى عالي. في طبعا الحفلات كتير من الحفلات، مطربين الوطن العربي والنجوم العالمية كمان بتبقى موجودة في دبي. وفي كمان مهرجان دبي للتسوق، مهرجان دبي للتسوق اللي هو بيبقى في شهر 12 تقريبا. ده بيبقى مهرجان عامل يعني عامل تخفيضات جامدة جدا، الناس بتيجي من كل دول العالم تيجي بس علشان تشتري وتعمل شوبينج في دبي في مهرجان التسوق ده. فبتبقى فترة الشتاء هنا بتبقى الأجواء تحفة. وفي طبعا متحف المستقبل، يعني حاجة بجد حلوة قوي يعني. طبعا برج خليفة والنافورة، يعني مثلا برج خليفة ده يا جماعة لوحده بيجيب سياح كل سنة كفيلة تسدد ديون دول تانية. كمية السياح اللي بتيجي في الشتاء علشان برج خليفة بس، ودبي مول في الشتاء يعني كبيرة جدا. فمن الآخر دبي مدينة سياحية من الدرجة الأولى، عكس الشارقة شوية يعني متدينة. محافظة زي ما قلت قبل كده، حتى ممنوع فيها النايت كلاب والخمور والشيشة والكافيهات والقهاوي، حتى البربيكان كمان ممنوع في الشارقة. ده لو حد باع البربيكان ده في الشارقة غرامة تقريبا يعني توصل 50,000 درهم. شوف لدرجة ايه القوانين في الشارقة صارمة. والقهاوي المصرية بقى اللي الناس بتدور على قهوة مصرية مفيش بقى في الشارقة خالص. هتلاقي قهاوي كتير في دبي وعجمان مصرية وبتقعد لحد الفجر. فهي ايه، الشارقة مقفولة شوية في العادات والتقاليد، كله بينام الساعة 12. طبعا في ناس بتحب كده، وفي ده اسلوب حياتها يعني، زي مثلا اللي كان عايش في السعودية مثلا ونقل الامارات جديد، فهتكون الشارقة مناسبة ليه سواء بقى مع اسرته او لوحده. لكن اللي متعود على اسلوب الحياة السريعة والخروج والسهر فه... فهتبقى دبي يعني. لكن الدنيا لو بالنسبة له عايز يبقى الحياة هادية يعني، والدنيا مستقرة كده ومفيش مشاكل يعني، تبقى الدنيا بسيطة يعني، هتبقى الشارقة طبعا. خامس حاجة المواصلات. المواصلات يا جماعة في الشرق أو دبي مختلفة تماما، في فرق كبير ما بين الإمارتين. يعني مثلا في دبي في المترو تقريبا بيوظم معظم المناطق المهمة في دبي، وكمان الباصات موجودة بكثرة يعني في دبي. وفي باصات دورين كمان دي موجودة بس في دبي. وطبعا بتروح من دبي للشارقة يعني، بس بتبقى في دبي أكتر وعجمان. وفي كمان وسائل مواصلات تانية اللي هي المعدية دي أو المراكب الصغيرة، بتبقى في مراكب صغيرة كده بتنقلك من الجانب ده للناحية التانية يعني. لكن بتدفع كل وسائل المواصلات اللي هي مثلا زي الباص أي حاجة عليها ار تي اي تبع دبي يعني، بتدفعه عن طريق كارت موحد يعني اسمه كارت نول. ده بتشتريه مرة واحدة. لو انت هتستخدم المواصلات على طول بتجيبه يقعد معاك تقريبا 5 سنين، وتشحنه بقى ايه على طول. واول ما بتركب اي وسيلة مواصلات من اللي احنا قلنا عليها دي، بتبقى عارف مثلا سعر الباص مثلا 8 درهم. بتلاقي جهاز كده اول ما تركب جنب السواق يعني، الجهاز يعني اللي جنب السواق هتلاقيه تحت بقى مثلا الكارت عليه. تحط الكارت عليه اوتوماتيك بيسحب على طول المبلغ، وده بيسهل كتير من الزحمة. لان بقى مش هتقعد تدور على كاش وتقول مش معايا فكة، او السواق يديك فكة والدنيا تتزحم وراك. لا، ده بتسهل الدنيا اوي في المواصلات.
الشارع بقى لا، مفيش بقى مترو، في باص بس، ومش في كل حتة كمان، الشوارع المهمة بس، وبتدفع كاش، بس كاش بس، لان كارت النول ده تبع مواصلات دبي اللي هو الار تي اي بس. فالشارع يا اما تاكسي يا اما باصات. سادس حاجة الاكل. يا جماعة الاكل والشرب في الشارقة بصراحة ارخص بكتير جدا من دبي. مش بس الاكل، يعني هو الاكل والشرب تقريبا كل حاجة، لكن ايه، خصوصا يعني الاكل، يعني كل حاجة تقريبا الشارقة ارخص من دبي. بس انا بقول لك يعني بتكلم في خصوص الاكل والشرب، لان انت كل ما تبعد عن دبي الدنيا بتبقى ارخص شويه. يعني انا كنت عامل فيديو قبل كده، جوله في هايبر ماركت يعني اسمه اللولو. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، تقدروا تشوفوا فيه وتاخدوا فكره عن الاسعار الاكل والشرب في الامارات بشكل عام، وفي الشارقة بشكل خاص يعني. دبي بقى علشان زي ما قلنا من شويه انها مدينه سياحيه، فأكيد الأكل والشرب بتبقى غالية شويتين تلاتة، مثلا زي سبينس وكارفور، غاليين جدا، الحاجة فيها تقريبا الضعف. الأجانب بس هما اللي بيتسواها منهم. لكن في الشارقة الهايبرات اللي موجودة فيها أسعارها حنينة شوية يعني، علشان كده الشارقة تنفع مع العائلات أكتر. يعني لو أنت معاك عيلتك بتبقى تقدر تتسوق وتقضي يعني وتكفي مثلا الأكل الشهر، بتبقى بتوفر معاك أكتر من دبي. سابع حاجة، لو انت بقى جاي بغرض الاستثمار او فتح بيزنس خاص ليك في الامارات، فطبعا دبي هي احسن مكان ممكن تستثمر فيه وتفتح البيزنس الخاص ليك، لان دبي تعمل تسهيلات كبيرة قوي في فتح الشركات. هي بتشجع الناس اصلا على الاستثمار فيها وبتفتح المشاريع في دبي. فاي حد عايز يستثمر في دبي او عايز يفتح مشروع دايما بتعمل له تسهيلات كبيرة قوي ان هو ايه، يقدر يبتدي. وبعد كده نشوف بقى موضوع مثلا الضرايب، الحاجات دي مثلا، زي مثلا بتفتح سجل تجاري في 24 ساعة، بس أقل من 24 ساعة كمان تفتح سجل تجاري وبطاقة ضريبية، وكله عن طريق الأونلاين. بتديك تسهيلات كمان أول سنتين في موضوع الضرايب ده، ولو أرباحك السنوية أقل من حد معين في السنة بيعفيك من الضرايب. يعني حتى الرخصة التجارية بتاعتك تقدر تعمل عليها إقامات لأكثر من شخص كموظفين يعني. فهي بتدي مميزات كبيرة أوي للمستثمرين. فعشان كده تلاقي يعني في جميع دول العالم تلاقي المستثمرين أو رجال الأعمال بييجوا عايزين يستثمروا في دبي، وهي دايما الواجهة الأولى ليهم تقريبا في الوطن العربي، وتقريبا بعديها يعني ممكن السعودية ابتدت تفتح شوية في الموضوع ده والاستثمارات فيها بتزيد. بس دبي أنا بكلم دبي علشان هي قديمة، دولة قديمة أو مدينة قديمة في موضوع الاستثمار ده. بس هي بقى لها فترة مثلا آخر 7 8 سنين بتعمل تسهيلات يعني جامدة أوي في موضوع رجال الأعمال هنا وتفتح الشركات. عشان كده تبقى الواجهة الأولى لأي واحد عايز يستثمر بتبقى دبي على طول من غير كلام يعني. فلو انت بتفكر هتسكن فين وهتعمل ايه، او بتفكر تنقل حياتك للامارات، فانا كده تقريبا على قد ما اقدر يعني عملت مقارنة سريعة بين الشارقة ودبي من جميع النواحي، وغطيت كل حاجة تقريبا تخص الاسر والعائلات وحتى الشباب اللي جاي تدور على شغل. في حاجة انا ما قلتهاش او مثلا او نسيتها، او قلت مثلا معلومة غلط، يقدر يكتبوا في الكومنتات، واي حد عنده سؤال برضو يكتب لي في التعليقات وانا هرد عليه. وبكده اكون انتهيت يعني من الفيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. يلا سلام عليكم.